السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ هنتكلم كل فتره كده على فيديوهات صغيره جدا مش هتعدي ال5 دقايق ان شاء الله. هندردش فيها مع بعض، هنتكلم فيها على شويه حاجات حلوه في الكي ان اكس وفي الاوتوميشن وفي السمارت هوم عموما. النهارده بس هتكلم معاكم في حاجه صغيره جدا، او حاجه غالبا هي هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا الايام الجايه، او هي حاليا دلوقتي ماشيه والناس بتشتغل فيها ودلوقتي بقت في شركات بتهتم بيها جدا وبتشتغل عليها قوي. إحنا هنتكلم النهارده على الجيمرز، على الناس اللي هي بتلعب جيمز. الشغلانة دي شغلانة مهمة جدًا الفترة دي لبعض الناس. الناس دي بقت مهتمية جدًا بالشغلانة دي، في بعض الناس واخدة الشغلانة دي كحاجة رئيسية، مش شغالة شغلانة وبعد كده ودي واخداها كهواية أو كده، دي الحاجة الرئيسية بتاعتهم ودي الحاجة اللي هم شغالين عليها، فدي حاجة مهمة جدًا بالنسبة لهم، هي أكل عيشهم، هي كل حاجة بالنسبة لهم. في حاجة تاني، في ناس تانية واخدين الشغلانة دي كهواية جنب شغلهم. بس برضه بيهتموا بإن هم يشتغلوا كجيمرز وكده. طيب، الجيمر بيعمل إيه؟ الجيمر كل الفكرة إن هو بيبقى عنده PC كويس أو جهاز يكسب منها أو يعرف يدّي الناس آراء عن الجيمز زي ما إحنا بنعمل في الأجهزة، والأجهزة دي الجهاز ده كويس، الجهاز ده مش حلو وهكذا. بس عشان يعمل حاجة زي دي هو لازم يبقى عنده في بيته PC كويس، بيبقى لازم في بيته عنده تكنولوجيا عالية جدًا عشان يقدر يشغّل حاجات زي دي. إيه ما علاقتنا إحنا بالكلام ده؟ علاقتنا مهمة جدًا لإن الgamers دول ناس غالبًا 3/4 شغلهم بيبقى في البيت، مهتمين جدًا إن كل حاجة عندهم تكون automated، ما هو مش هيتدخّل فيها، لإن هو فعليًا لمّا بيلعب game أو بيلعب أي حاجة هو برضه بيهتم إن هو في الgames دي يكسب ويوصل لمرحلة كويسة، ويجرّب اللعبة من أولها لآخرها، يجرّب فيها كل حاجة. في ناس مش بتجرّب لعب، في ناس بتلعب فعلًا اللعب دي علشان تكسب منها، فالناس دي بالنسبة لها إن هو يضيّع ثانية أو ثانيتين من من اللعبة دي بالنسبة لهم مشكلة كبيرة. بعض الشركات عملت زي touch screen موجودة جنب الجيمر. touch screen دي فيها الscreen saver بتاعتها أول screen بتظهر له الmain screen، فيها البينج وفيها الإنترنت سبيد، فيها الحاجات مهمة جدًا اللي هو بمجرد ما يبُص عليها كده يفهم هو الحاجات اللي هو محتاجها ويشوفها. الشاشة دي كمان فيها intercom بيقدر إن هو لو في حد خبّط على الباب ما يقومش ويروح للراجل يضيّع وقت، حاجة تضيع منّه أو كده أو حد مهم بيرن عليه، لأ هو مجرّد إن هو بيفتح له الباب ويقفله ويرُد عليه بسرعة. الشاشة دي فيها برضه السيناريوهات اللي هو بيبقى محتاجها. الgamers بيبقوا مهتمين جدًا بالRGB. ليه الRGB وليه دايمًا هم بيحبّوا الRGB؟ لإن هم بيقعدوا ساعات طويلة جدًا، جدًا، جدًا على الأجهزة دي. فبيهتموا بإن الألوان تتغيّر حواليهم في الإضاءة، ما بيهتموش إن الإضاءة بتاعتهم تكون حاجة ثابتة، حاجة واحدة ولون واحد، إضاءة قوية بيضا، إضاءة صفرا، ما بيهتموش كل الكلام ده، بيهتموا إن الإضاءة بتاعتهم تكون حاجات معيّنة يقدروا يلعبوا فيها ويقدروا يغيّروها. لذلك في شركات بدأت تعمل لهم سيناريوهات، scene الgaming أول ما بيدوس على الscene تقدر تشغّل له الRGB، بيقدر يشغّل الألوان اللي هو محتاجها، يقدر يشغّل أنا عايز اللون هنا أحمر، أنا عينيّا بدأت توجعني، أنا محتاج الإضاءة دي تدِم شوية، محتاج الإضاءة دي تعلى شوية. كل الحاجات دي بتبقى مهمة جدًا بالنسبة له، محتاج إن الدنيا تبقى dark حاليًا لإن أنا محتاج أشوف حاجة معيّنة في الgraphic بتاع اللعبة دي، كل الحاجات دي مهمة بالنسبة له، لذلك الautomation كKNX كautomation عمومًا مهم جدًا بالنسبة للgamer. برضه في حاجات تانية زي الكاميرات اللي بيقدر يراقب بيها حوالين المكان، يعرف هو في إيه، أو لو هو قاعد في فيلا أو هو قاعد في بيته أو هو أيًا كان هو فين وعايز يعرف مين على الباب، يعرف في حد برّه، في حد جوّه، حد بيخبّط عليه. في بعض الgamers وصلوا لمرحلة إن هم بقوا بيحطّوا don't disturb على الباب بتاع الأوضة بتاعتهم، بحيث إن هو لمّا بيعمل live حاليًا أو بيعمل فيديو أو بيعمل أي حاجة بيتكلّم فيها، بينوّر don't disturb برّه على الأوضة بتاعته، ما حدّش يخُش عليّا، أنا باصوّر live حاليًا. الناس دي بقت واخدة الشغلانة دي فعليًا شغلانة مهمة جدًا ليهم. الشغلانة دي حققت إنجازات كبيرة جدًا، وفي gamers دلوقتي مليارديرات ومليونيرات، تمام، بسبب الشغلانة دي. في الإحصائيات بتتكلّم على average السِن بتاع الgamers دي من سِن 18 سَنة لحد 44 سَنة، فهي الgamers مش معناها إنه أطفال بس اللي بتلعبها، لأ، في أعمار كبيرة جدًا بتوصل لحد 44 سَنة بتلعب اللعبة دي، أعمار في أعمارنا وأعمار أكبر مننا بيلعبوا الألعاب دي، فدي حاجة مهمة جدًا إن إحنا نعرفها. يعني ده النهارده الفيديو عن الgamers بس، كل فترة هننزّل لكم فيديوهات تانية بتتكلّم على سيناريوهات الautomation، بتتكلّم على إيه الأفكار الجديدة في الautomation.
في حاجات تانية، في ناس بعتت لنا اسئله كتير قوي كانت عايزه ترد عليها، هننزل فيديو تاني ان شاء الله نرد فيه على الاسئله بتاعت الناس دي، بس مش دلوقتي. هنجمع كل الاسئله ونرد عليها باسلوب تقني كويس جدا. ولو حد برضو عايز يسالنا ممكن يبعت لنا على الارقام اللي هتبقى في الفيديو دلوقتي على الواتساب، يبعت لنا الاسئله بتاعته، مش هنرد عليه وقتها بس هناخد السؤال وهنرد عليه في الفيديو علشان نرد عليه بكل الاجابه الصح الشامله. وفي برضو لو عايز يبعت لنا برضو على الفيسبوك، عايز يبعت لنا على لينكد ان، يبعت لنا في اي حاجه، احنا مفيش اي مشكله، احنا هنرد عليه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وعايز برضو اسمع كومنتاتكم او ارائكم في السيناريوهات بتاعت الجيمرز، وعايزكم تقولوا لي ايه او وجهه نظركم انت كجيمر او انت كحد بيلعب العاب زي دي ممكن تعمل ايه. اشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله، وشكرا لكم. محمد علي.